كل سنة وكل الأمة العربية والإسلامية بخير، وده بمناسبة المولد النبوي الشريف. فأصل كل حاجة حلوة بتبتدي بحكاية حلوة. حكاية النهاردة عمرها أكتر من 1000 سنة. خلينا نسأل نفسنا ليه المولد النبوي الشريف مرتبط بحلاوة المولد والعروسة والحصان. لازم نفهم الحكاية كويس، ويلا نفهم مع رندفايق بداية الحكاية. الحكاية ليها تاريخ عريق، وبتمثل تراث ثقافي مليء بالأحداث. أحداث الحكاية ابتدت لما دخل الفاطميين المحروسة في سنة 973 هجرية، وطبعا علشان يقربوا الناس منهم عرفوا المصريين بيحبوا ايه واهتموا بيه، وده شكل من أشكال سياسة الدولة. فكانوا المصريين بيحبوا يحتفلوا بالاحتفالات الدينية بطريقتهم الخاصة. كانوا بيزينوا الشوارع بالأنوار وبيرددوا الأناشيد الدينية. فعلى طول الفاطميين عرفوا أقرب مناسبة هيحتفلوا بيها المصريين وجهزوا ليها. فكانت أقرب مناسبة للاحتفال هو الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، مولد سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فالفاطميين على طول جهزوا دار الفطرة اللي بنسميها دلوقتي موائد الرحمن. فاختار الخليفة 22 حلواني من أكفأ صانع الحلوى، وطلب منهم يصنعوا أشكال كتير من الحلويات علشان يوزعها على كل المصريين. فعلى طول كل حلواني أبدع في أشكال وأنواع الحلوى علشان ينالوا رضا الخليفة. فحلاوة المولد كانت عبارة عن أشكال بسيطة قريبة من حروف اللغة العربية، كانت بتعكس تراث وثقافة العصر الفاطمي. أبدعوا كمان في صناعة قوالب للحلوى على شكل الحصان والجمل علشان يعبروا عن الحياة البدوية ويحسسوا الأطفال بحلاوة وجمال الاحتفال. وهنا خرج الخليفة المعز لدين الله الفاطمي راكب على حصانه وماشي في موكب كبير، وكان بيوزع الحلوى على الناس، على الغني والفقير وكمان على الأطفال. وهنا الخليفة دخل الفرحة والبهجة في قلوب كل المصريين. وكانت مرات الخليفة موجودة جوه الهودج مستمتعة بمنظر الأنوار وفرحة وبهجة المصريين. الهودج هنا هو المحمل أو المقصورة، وكان مصنوع من الخشب المزين ومتغطي بالقماش، وفي نهايته قبة. وكانت مرات الخليفة لابسة الفستان الأبيض الجميل. وهنا على طول صانع الحلوى صنع قوالب على شكل العروسة والحصان ووزعها الخليفة على كل المصريين. ومن وقتها ارتبطت العروسة والحصان بذكرى المولد النبوي الشريف. فالمصريين قدروا بذكائهم إنهم يحولوا الاحتفال من أداة سياسية إلى تقليد اجتماعي وديني يعكس الثقافة الشعبية المصرية. فحلاوة المولد بقت جزء من التاريخ والفلكلور المصري. فالعروسة المتزينة بالألوان الجميلة دي بتعكس التراث، والمروحة اللي حواليها بترمز للتفاؤل. في النهاية خليني أقول إن حلاوة المولد مش مرتبطة بميلاد سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن هي رمز ثقافي بيعكس تاريخ طويل من الاحتفالات الدينية والسياسية في مصر لإدخال البهجة والسرور في قلوب كل المصريين.